السلام البنات. كما كتشوفوا هنايا واحد الطورطيه ديال الشيفلور، يا سلام كتجي لذيذه. نتمنى تعجبكم. هانتوما شوفوا معايا كي جات رطبه، وكتجي في اللذه ديالها كتجي واعره، ما كتجيش فيها اللذه ديال الشيفلور. بالنسبه للناس اللي كيكونوا وليدات وما كيبغيو لهمش هاد الشيفلور لان كيجي شويه قاصح، فهادو ما غاديش يعرفوا بانها شيفلور لان كتجي لذيذه بزاف. هانتوما خليكم معايا تشوفوا الطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. ها انت اختي كتقبطي الشيفلور، كتنقيه، كتحيدي له ديك الوريقات ديالو. الا كانت فيه شي حاجه خايبه كتحيديها، تغسليه وتقبطي ديريه يتسلق في الماء بارد، ما ديريش الماء سخون. كديري الملحه وديريه يتسلق في الماء بارد وتخليه يطيب، وخصو يطيب حتى يهرى. وهاد العمليه من الاحسن ديريها ليها ليله قبل وخليه يتسقطر باش ما يبقاش فيه الماء، لان داك الماء ملي كتجي طيبيه مع البيض راه كيلصق، كيجي من الداخل مبجبج. من الاحسن هاد القضيه ديريها قبل، يعني شي ساعات قبل ولا ليله قبل. ها انت عندي هنايا 4 البيضات، غندير فيه شويه د الملحه وشويه د البزار، غير شي شويه. وتقبطي تخلطي بهم داك الشيفلون مزيان. وغادي نقبطوا واحد راس ديال الكوزه، ماشي راس كامل، المهم غير راس باش تحكوه هكا، كتعطي واحد النسمه زوينه واعره. ولا كان تيعجبك الحار ديري الحار، راه حتى هو تيجي زوين. المهم غير على حساب الدراري ما تقويش الحار وصافي. ها انت كتقبطي المقيله كدهنيها كتخليها حتى تسخن، والمقيله كتخليها حتى هي خصها تكون ما كتلصقش، وتخلي تخليها تسخن مزيان. وديري هذيك الشيفلور مع البيض، وتسمهلي العافيه وتخليها طيب على خاطرها. من بعد كتمسحي المقله، لان هذا راه ماشي بحال البطاطا، راه دغيا كيلصق. صافي. وها هي الطورتيه وجدات.